السلام عليكم. اهلا وسهلا، ممكن تعرف بيك؟ اهلا بحضرتك. انا احمد عبود، يوتيوبر. عندي 100,000 مشترك على اليوتيوب او اكتر، يعني من 100,000 مشترك. هترجع ولا؟ اهلا وسهلا. وهتعمل ايه النهارده ان شاء الله؟ انا باذن الله بعرف اكتب شعر وكده، فكاتب قصيده لعيون الفنانه الجميله اللي انا معرفش اسمها الصراحه. بسم الله. أيا ست الحسن والجمال، جاي أنا وطالب إيدك في الحلال، لا فارق انت مين ولا بنت مين ولا حيلتك ايه من الأموال، لأني راجل صعيدي باكل من شجا إيدي، ومليش أنا في الشمال ومليش أنا في الشمال. كده بدأنا الشمال. على العموم بكرة تعرفيني وما بينا المحبة تدوم، أنا جاي وواهب حياتي وطالب أمك تبقى حماتي، وهقبلها حتى لو كانت راس طوب. لا ده انتوا فرحانين بالجرس بقى. شوفي يا شمس، رغم انهم فرحانين بالجرس وشغالين دوس باللمس، أنا لسه قلبي والهان بيكي وبيهمس همس وبيقولك واقف مصدوم في مرايتي، حبايبي اللي قتلوني في حكايتي بحاول اخبي دموعي. شكرا يا جماعه، شكرا. يا كابتن شكرا. لسه انا باقي لك فرصه، اتفضل. انا قلت مش هيقف جنبي غير المصري ابن بلدي. هكمل. أصدقائي الصادقين، أهلا بيكم في فيديو جديد. في فيديو النهاردة هنشوف شوية حاجات كتيرة، بس قبل ما نبتدي عايزك تعمل اللايك والشير، ويا ريت رأيك في كومنت. بالنسبة بقى للمقدمة اللي انت شفتها صديقي، هي ليها علاقة بالموضوع الأول معانا في الفيديو النهاردة، وأنا حاولت أحط فيها شوية كوميديا، يا رب أكون قدرت أعمل ده، لأن الموضوع نفسه حقيقي ما فيهوش أي كوميديا. الأربعة اللي انت شفتهم في اللجنة اللي في الأول بيقعدوا كده الأربعة، وبيجي شباب بيقدم نفسه على اللي بيعرف يغني، اللي بيعرف يمثل، وهكذا، وبتقف الموهبة قدامهم، والمفترض إن هم يقولوا له برافو عليك أنت جامد، كمل معانا للآخر، أو لا أنت تركن. بس احنا النهاردة مش جايين نتكلم عن المواهب اللي بتكسب وبتوصل، لا احنا جايين نتكلم عن الناس اللي بتخسر، ازاي بيتعاملوا معاهم على الاقل نفسيا، ازاي بيدوا للولد اللي سقط ده او فشل الطموح في انه يجي المره الجايه ويحاول. فللاسف ده اول فيديو، ده اول فيديو، لان حرفيا ده من اسوأ المشاهد اللي شافتها يا عيني في حياتي، اللي هو قله ذوق في التعامل، تنمر على احساس الراجل، الاستهانه بالمشاعر، وكأن الراجل ده مش هيبقى عنده اهل يزعلوا عليه، عنده اولاد هيتاثروا باللي حصل. لا، كل ده في الزبالة، مجرد ان انا اقول لك لا ارجع كمل اديك الفرصة، واول ما ترجع انا كوميدي فشخ. انا كده حققت ده ليفل الكلب في الكوميديا حرفيا. انا مش شايف اي ضحك في انك تهين راجل او تقل بيه بالشكل ده. يلا اتفضل. سألوني كتير، سألونا عشان الأرض حنين، وشفت كتير، سألونا عشان الأرض حنين، وشفت كتير على قلبي. أنا أول مرة أشوف واحد يغني يعني بطريقة مرة تعيسة ويذوب. وأنا برضو الصراحة أنا برضو أول مرة أشوف حد المفترض إنه قيمة وقامة وجايبينه علشان يكتشف مواهب، يتحول فجأة لمتنمر بالأسلوب ده. يعني متأثر. يعني بالله عليك، لو انا حاسس ان انا عندي اي موهبة وحابب اظهر موهبتي دي للناس، هروح اقف قدام واحد بيتعامل بالاسلوب ده عشان يختبرني؟ شوف، اليوم بقدم لك خدمة واقول لك روح تعالج. المرض هذا اسمه نرجسية. ومن ضمن الحاجات اللي بستغربها برضو هي الأسئلة اللي بيسألوها. يعني عندك مثلا الشاب ده قدم نفسه على انه مطرب، والمفترض ان اللي هيحكم عليه استاذ احمد حلمي الممثل. معرفش على اي اساس ممثل بيحكم على المطربين، بس ده اللي حصل. فاستاذ احمد حلمي علشان يثبت انه راجل جدير جدا بالكرسي اللي هو قاعد عليه ويليق بمنصب الحكم، سأل سؤال في عمق الموضوع وقال له انت مغمض عينك ليه وانت بتغني؟ سؤال مهم، سؤال في غاية الأهمية، من جوه أعماق الحدث، في صلب الموضوع. أنا عايز أجاوبك وأقول لك مالك انت، مال شكلك، وانت انت مالك انت، مش شغلتك انت خالص. حقيقي مش شغلتك انت خالص. انت دورك تقول له انت كويس او لا، انت نجحت
او فشلت. لكن هو مغمض، بيهرش، بيعطس حتى وهو بيغني، مش بتاعتك، مش موضوعك انت خالص. وانا ما زلت عند رايي على فكره، مش فاهم على اي اساس الممثل بيختبر مطرب. بس يا صديقي الصدوق، هم مش كلهم بيتعاملوا بنفس الاسلوب الهزلي ده، لا الصراحه لا، هم 4 متقسمين، 2 زي ما شفت بيتريقوا على الموهبه، وال2 التانيين قايمين بدور الدرع والسلاح الرادع لكل معتدي على الفن. فهتلاقي الفنانه مثلا دخلت في حاله غريبه جدا علشان بس الواد بيغني لصباح. يا ايمن عم تغني للست صباح، عم تغني للست صباح، عم تغني للست صباح، عم تغني للست صباح. استاذه اسمحي لي، انا اسف اقطع حبل احزانك واقول لك انه بيغني الفنانه صباح، مش بيشتم الفنانه صباح. فمفيش اي داعي للاوفر دوس مشاعر اللي حضرتك فيه، ولا في اي داعي اطلاقا ان استاذ علي يتحول لسواق توك توك بالكلاكس علشان بس يبين رفضه للموهبه. لا بتهزر انت، دمك بالراحه يا استاذ علي، هو مجرد واحد معرفش يغني او بيغني بطريقه مش عاجبه حضرتك، لكن مفيش داعي انك تي ليه انت على الدائري يا اسطى، بالراحه. الجميل بقى في الرباعي المرح ده ان هم فعليا بيدوك الفرصه وبيهيئوا لك الجو انك تظهر موهبتك. يعني اول ما بتدخل كده على المسرح تريقه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسمك ايه؟ محمود الطيب من مصر. امال ايه لندن اللي على صدرك دي؟ ان شاء الله انا بغني طربي وبغني شعبي. هتبتدي طربي يعني ولا هتبتدي شعبي؟ إن شاء الله. طربي. اول ما تسمع البز حول بسرعه. ده اول باز، تاني باز هتقف، تالت باز للخلف دور، رابع باز على الكواليس. ايوه يا رب ارحمني بقى، عجل بأمري عشان خلاص انا خلاص. اتكل على الله. رجعوني عنيك ايه رجعوني عنيك. دلوقتي حضرتك دوست على الباز على اساس ايه؟ يعني على اساس اللي هو كان هيغنيه وحش بس هو لسه ما غناش، فاهم؟ هو لسه بيقول هوب. فهل انت فرحان بالباز اللي قدامك، ولا انتوا صغيرين كنتوا بتتعاملوا معامله وحشه فلما كبرتوا بتنتقموا؟ انا مش فاهم، بس حرفيا هو ما قالش حرفين. يعني انت لو برنامج اختبار بومب كان هتديله فرصه يعمل بومب اكبر من دي. فايه صباح الفل بجد. كتاب حياتي يا عين. جماعه انتوا جايين تحققوا الكوميديا؟ اصل كده انتوا مش جايين تكتشفوا الناس دي في مواهبهم، لا انتوا جايين تكتشفوا نفسكم في قد ايه روح الكوميديا اللي جواكم عاليه. ولو انتوا جايين تعملوا ده فعلا فبالنسبه لكم انتوا الاربعه حرفيا مفيش اي كوميديا، مفيش اي ضحك. كتاب حياتي يا عين. اهو حلم زاد في الزيت، خدوني معاكم اركب تاكسي. طب انت دوست على اساس ايه دلوقتي؟ اللي هو يلا انت جديد. لسه الرابع. لسه كمل. مش مبدأ والله العظيم، لا اما الموضوع كله انتوا عايزين تذلوه، لا لسه استنى، لسه اللي باقي لك واحد عشان برضو يرجع يقول تدوسوا ايه. كمل. انت معاك الجنب بتوعك، انا بقول مع الرابع على الخلف دور في الكواليس، بس كل ده الوقت بتاعك يا ناس اذا كان بغني بطل يعرف. يلا. خد مركزك وغني منيح. شوف الجمله دي صح، والمفروض ان انت تحترم الفنان على اللي هي قالت له جماعه اذا كان بيعرف يغني بطريقتكم دي مش هيعرف، فسيبوه يغني. اللي هو تحترمها اكيد بقى، خلاص هي في منتهى الصدق والامانه، عشان ينطق تيجي دايسه. يلا يلي زرعت الحزن في قلبي انا تعبت وجديت. يعني حرفيا لاول مره احس ان لا كده عبط بجد. تحس ان في تعمد للاذلال والنقص من الشخص اللي واقف قدامهم. لو هي الموضوع ماشي كده فانتوا عاملينه ليه؟ يعني هو كان من البيت اتصل بيكوا قالوا تيت وخلصنا، لكن الراجل يقدم على موهبه ويسافر من بلد لبلد عشان يروح يعرض نفسه. ماليش دعوه بقى هو بيعرف يغنيها ما بيعرفش ينيلها، هو كويس جدا، هو مش بتاعتي. لان انا موضوعي دلوقتي معاك انت مستفز ليه؟ انت بايخ، انت وهو وهي، مع احترامي ليكوا مع فرق السن اللي فوق راسي، بس انتوا بايخين ومستفزين. لا رحمتوا عيل صغير لسه طالع للدنيا ممكن اصلا يكون حاطط امل حياته كله في انه هيبقى في الموهبه دي. انت مش بس بتقوله انك وحش فيها، ده انت بتدمره. وراجل كبير
كبير جاي عايز يفتخر بقى قدام ولاده انه بيقدم شعر على التلفزيون ومش عارف ايه، تستقل بيه وتمشيه وبعدين ترجعه عشان تمشيه. انا شايفها بصراحه قله ذوق، وهي اكتر من قله ذوق، بس انا احتراما لان في ناس بتتفرج مش هينفع اوصف اكتر من كده. الحجاب فرض علينا، ولو ما لبسنا نؤثم عليه، يعني لا يقارن الموضوع هذا بترك الصلاة. يس بس ست دلوقتي ازاي الحجاب فرض والصلاة فرض وترك الصلاة لا يقارن بخلع الحجاب؟ يعني ازاي؟ ما هو ده فرض وده فرض. اللي هو بالعقل كده ما ينفعش اقول ان الزنا حرام لكن لا يقارن باللي بيغتصب البنات. لا ياما الاتنين زفت، ده حرام وده حرام، ده بيرتكب ذنب وده بيرتكب ذنب، فالاتنين مرتكبين ذنوب هيتعاقبوا عليهم يوم القيامة. ما تجيش تقولي لي اصل ده اللي جنبه اللي بعده. دلوقتي المتجوزين اوعوا حد يثق في جوزه، اقسم بالله لو سكت في جوزك وعرفتيه اللي انت بتثقي فيه هيخونك. حطي عينيكي هنا في وسط راسك، ما تعمليش زيي. بس انا كنت هبله، كنت اقول له يا محمد لو دخلت عليك ولقيتك في اوضه نوم اكدب عينيا واصدقك انت، وهو ده اللي خدته. اصل فيروس وماشي، شفتوا كورونا؟ اهو فيروس ماشي زي الكورونا في كل الرجال. ربنا نصرني على ناس كتير جدا بتشكك. ممكن بعد اذنك انت وهي ممكن اللي انت تدفي نفسك كويس، تضغطي كويس، ممكن تاخدي بالك عن نفسك كويس عشان خاطري والنبي ما تخففي دلوقتي، ما تخففيش دلوقتي علشان الجو ساقع والدنيا صعبه وانا مش عايزك يجيلك برد ولا انت تتعبي في اي حاجه عشان خاطري. ابراهيم ارحمني. البنات اورجازم محدش، يعني البنات مش قادره تمسك نفسها. البنات دلوقتي بتقطع شرايين. انا ازاي ده مش مرتبطه بيه؟ رقمك ناو ما تنشف يا اسطى، ما تنشف وانت بتتكلم، مالك؟ بصي لي انا بكلمك. يا لهوي يا العسل، يا لهوي يا لهوي الناس غلابي. يا لهوي يا العسل، يا لهوي يا اسطى انت ناسي انك بتكلم الموبايل. يا بالله عليك انت والله ما عارف اجيبها ازاي. يا جماعه انا ماسك الموبايل دلوقتي اهو، ممكن بعد اذنك تنامي على يعني انت بص يا اسطى اللي انت بتقوله ده ما ينفعش والله بجد. يعني حاول. شطوره. البسي لك لوك في رجلك تمام، وده في راسك وده في ودانك، وان شاء الله باذن الله مش هيجيلك برد ولا اي حاجه خالص. واوعي تخففي علشان الجو يعتبر قالب، الجو وحش اليومين دول. اوعي تقول لسه الجو حر، لا انا عايزك تكوني متدفيه واللي انت لابسه الجاكيت بتاعك ومظبطه نفسك في كل حاجه، ولما تيجي تنامي تدفي نفسك كويس وتدفي الاوضه. ولو الجو ساقع شويه انا مش عايزك تحس باي ساعه خالص، ماشي؟ شطوره. يا لهوي على العسل لو بتسمع الكلام وبتقول لي حاضر. يا لهوي انت عيل ماشي؟ شطوره. يا لهوي على العسل لو بتسمع الكلام وبتقول لي حاضر. يا لهوي. بص انا اقول لك حاجه بجد والله، انت حاول تعمل بالنصيحه اللي قلتها. اتغطى وانت نايم وغطيها كويس، وابقى افتكر الرجاله في نصايحك. يعني ما هو زي ما عندك بنات اكيد في رجاله كتير. خليك جدع، خليك كبير.